مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة حيث سنكشف لكم الحقيقة وراء انتشار الشائعة التي اجتاحت الإنترنت. هل فعلا توفي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟ في غضون دقائق فقط ترندت هاشتاجات مثل Dear Trump is dead وكاشن Where is Trump على منصة إكس وسط ارتباك وسيل من الأخبار المضللة والذكاء الاصطناعي. بدأت القصة يوم الجمعة 29 من أغسطس 2025 بعد اختفاء ترامب عن الأنظار لأكثر من يومين وظهور تقارير تظهر يده بها ترامب. هذا التصريح فتح الباب أمام تكلم ترامب ميتا أو في حالة صحية حرجة. لكن خبراء الإعلام أكدوا أن التضليل الإلكتروني كان وراء سرعة الانتشار المذهلة، ومع ذلك جاء الرد سريعا. ففي صباح السبت 30 من أغسطس شوهد ترامب حيا أمام عدسات الصحفيين مرتديا قبعة ماجا وقميصا أبيض، وهو يصافح أنصاره ويتوجه إلى ملعب الجولف في فرجينيا برفقة حفيدته كاي ذات 18 عاما وحفيده سبنسر 12 عاما. وأكد الصحفي باراك رافيد عبر تويتر أن الرئيس بخير وسيلعب الجولف اليوم، فيما أوضحت الصور الملتقطة أنها جديدة وليست قديمة. كما حاول البعض الترويج. البيت الأبيض بدوره أصدر توضيحات طبية أن الكدمات في يده نتيجة المصافحة المتكررة، وأن التورم في الكاحلين سببه حالة جلدية شائعة تعرف بقصور الأوردة المزمن CVI، وهي غير خطيرة ولا تهدد حياته. الإعلاميون والمحللون رأوا أن ما حدث مجرد مثال حي على سرعة انتشار شائعة الموت في العصر الرقمي، حيث يمكن لغياب قصير أن يتحول إلى مادة دسمة للأخبار المزيفة. ورغم انتشار الشائعة على نطاق واسع، فإن ترامب لم يصدر بيانا خاصا، بل واصل نشاطه على منصته تروث السوشيال مهاجما الأحكام القضائية حول سياسات التعريفة الجمركية كما لو لم يحدث شيء. في المقابل خرج النجم الرقمي إيدن روس ليؤكد أن ترامب بخير وبصحة ممتازة، وقال إنه تلقى رسالة من مصدر مقرب نقلها بارون ترامب بنفسه. كل هذه الأحداث أثبتت أن الشائعة لم تكن سوى موجة تضليل رقمي لا أساس لها، والنهاية واضحة. ترامب حيا يواصل نشاطه السياسي والرياضي، لكن القصة تقدم درسا لنا جميعا. ففي زمن الذكاء الاصطناعي والفبركة الرقمية يمكن أن تتحول الأكاذيب إلى حقيقة في أعين الناس خلال ثوان. والسؤال المطروح: هل كانت هذه مجرد شائعة عابرة، أم أننا نعيش فعلا في زمن هشاشة الثقة بالحقائق؟ القرار يعود إليك. إذا أعجبكم هذا الفيديو اضغطوا لايك الآن حتى يصل لعدد أكبر من الناس.